السلام عليكم يا جماعة. أنا لقيت شاب مصري باعت لي رسالة على تيك توك امبارح بالليل وأنا فاتح اللايف، بيقول لي أنا عاوز أقابلك. النهاردة طبعا الشاب بعت لي رسالة الصبح بيقول لي أنت فين؟ أنا عاوز أجي أقابلك، معرفش هو عاوزني في إيه والله. بعد كده في إيطاليا طبعا الكلام ده. بعد كده لقيت شاب صغير في السن عنده حوالي 16 سنة صعيدي من أسيوط، استنيته في جنينة في كواترو جارو، جالي هناك في الحديقة وقعدنا مع بعض. فالمهم فضل قاعد معانا، وبعدها العصر كان فاضل عليه 10 دقايق تقريبا، فلقيته بيقول انا عاوز اروح اصلي في مسجد قريب من هنا. قلت له والله يعني باص 40 وقت عليه طويل وباص 57 وقت عليه طويل يعني. فاحنا النهارده لحد مشينا كتير جدا لحد ما وصلنا للمترو الاصفر، وبعد كده رحنا مكان اسمه ديرجانو. فكنت جعان جدا يعني عاوز مطعم اكل باي طريقه يعني. فالشاب ده عزمت عليه بالاكل رفض يجي، قال لي والله لسه واكل، بس في مسجد هنا هروح اصلي واجي لكم على المطعم. وبصراحه استغربت يعني 16 سنه وملتزم يعني مصمم ان هو لازم يصلي في المسجد، مع ان العصر اذن من فتره والعصر الناس صليته. وقلت له ممكن يكون المسجد قافل، قال لي برضه اروح المسجد اصلي هناك واجي لكم على المطعم. وفعلا الشاب صلى وجالي دلوقتي. فطبعا الموقف ده يعني محترم لشاب مصري في الغربه، بقاله هنا شهر ونص في ايطاليا، وملتزم جدا 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 ان هو يصلي الفرض في المسجد. دي من الحاجات الغريبة اللي ما بنشوفهاش كتير في أوروبا. إحنا نفسنا ككبار المساجد بعيد علينا، عندنا شغل، مش ملتزمين قوي للدرجة دي. طبعا الشاب الجميل، أنت اسمك إيه؟ حازم. أنت منين؟ أسيوط. اللي أنا قلته ده حصل ولا ما حصلش؟ فعلا حصل. أنا شفتك ملتزم إن أنت لازم تروح تصلي في المسجد، ليه ما بتصليش في البيت مثلا؟ الصلاة في المسجد مفروض على الإنسان وعلى المسلم، فرض. أنت عندك كام سنة؟ عند 16. أنت بقالك قلت لي بقالك شهر ونص في إيطاليا. فعلا. عارف أنا بعمل الفيديو معاك ليه؟ ليه؟ علشان أنت تتعلم واحد زي عنده 38 سنة يعني قد عمرك مرتين. درس حقيقي حقيقي صعب عليا. انت بتخلينا محروجين من جمال اخلاقك. حبيبي تسلم يا عم حليم. لا والله يعني اول مره احنا ككبار، حتى انت لما سالتني مش تيجي تصلي معانا في المسجد، بتصلوا في المسجد ولا لا؟ انا قلت لك ساعات بيكون عندي شغل بصلي، بس مش بصلي في المسجد. انت قلت لي انا بصلي دايما في المسجد. سالتك انت حتى في البيت، قلت لي في السيستو. سيستر روندو. قلت لي انت قاعد في السيستو بتروح هناك دايما تصلي في المسجد. فعلا فعلا. انا هقول لك كلمه واحده بس، بص الكاميرا كده. انا هقول لك كلمه واحده بس، ربنا يخلي لك والدك ووالدتك اللي ربوك على الاخلاق وربوك بالشكل ده. والله والدي متوفي ووالدتي بس هي اللي عايشة يعني. الله يرحمه. طب مين اللي علمك الالتزام في الصلاه في السن ده؟ والله أبويا أولا، أنا من عنده 4 سنين كان على طول ياخدني الجامع أصلي. ولما كبرت كان هو يعني انت في مصر ما بتسيبش فرض برضه، ملتزم. مش بسيب فرض. حتى لما كنت في ليبيا برضه كانت اوقات المخازن برضه ما فيهاش ميه وكانوا يقفل البيبان، كان الواحد يتيمم من الحيط. والله اقول لك على حاجه، الفيديو ده هيشوفه ناس كتير جدا، بتحرجنا باخلاقك، وربنا يخلي لك الداعم. مين بيدعمك هنا في ايطاليا؟ مين اللي جنبك؟ مين اللي بيساعدك؟ مين؟ اخويا والله. اخوك شغال ايه؟ شغال في الكرتون جس. واخوك برضه بيصلي يعني؟ بيصلي فعلا وبيخطب بالاطفال في الكومنتاي. يعني اخوك هنا في ايطاليا بيخطب برضه؟ أيوة. بيخطب خطيب للناس في الجمعه وكده؟ الجمعة. والله انا ما اعرفش اخوه، احب اوجه له رساله ربنا يبارك في الشاب ده. بجد بجد من الفيديو لوحده، انا عملت الفيديو ده طبعا، أنا عملت اللقاء ده كرساله لنا كلنا ان في شباب مصريين بالجمال والفخر ده. والله العظيم انت احرجتني بادبك واخلاقك. وحتى سالته انت يعني انت جاي لي ليه يعني؟ اكيد جاي لي عشان مصلحه محتاجها مني. قال لي جاي اشوفك. قال لي انا بس بحبك لله في الله، وجاي اقعد معاك واشوفك، مش محتاج منك اي حاجه. بس فاستغربت كل حاجه. عاوز اقول لك انت اجمل حاجه حصلت النهارده بالنسبه لي انا. بارك الله فيك. والصلاة هي عماد الدين، واجب على كل مسلم ما يسيبش فرض. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.